خليني أقول لك حاجة. اللي حصل معايا لما بطلت الموبايل 24 ساعة ما كانش راحة، وما كانش ملل، وما كانش إنتاجية. كان حاجة ما توقعتهاش خالص. في لحظة من اليوم قعدت وبصيت حواليا، وحسيت إن في صوت جوه دماغي أنا عمري ما سمعته قبل كده. الصوت ده هو اللي خلاني أفهم إن المشكلة ما كانتش في الموبايل أصلاً. ومن اللحظة دي اليوم كله اتغير. خليك معايا، علشان اللي جاي ممكن يخليك تبص على موبايلك بطريقة مختلفة تماماً. أنا ما كنتش ناوي أبطل الموبايل، ولا داخل أتفلسف، ولا أعمل تحدي ترندي. أنا بس كنت حاسس إن دماغي متكركب، وتركيزي بيضيع، ويومي بيخلص من غير ما أحس إني عشت فيه فعلاً. فقلت، طب ليه ما جربش 24 ساعة من غير موبايل؟ يوم واحد بس، إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ وهو اللي حصل، وصدقني ما كنتش متوقعه. أول ساعة كانت أسهل مما تخيلت. حاسس إني مسيطر، قاعد بشرب قهوتي وبقول هو الموضوع طلع بسيط أهو. بس بعد كده إيدي بدأت تروح للمكان اللي المفروض يكون فيه الموبايل، من غير ما أفكر، زي حركة تلقائية، كل دقيقة تقريبا. وهنا أخدت أول صدمة. أنا مش بفتح الموبايل عشان حاجة مهمة، أنا بفتحه عشان أطمن إنه موجود. بعد ساعتين الدماغ بدأ يزن، ملل، قلق بسيط، إحساس غريب إن في حاجة ناقصة. مش لأني محتاج أكلم حد ولا مستني رسالة، لكن لأني متعود أملأ أي فراغ بشاشة. وأول مرة في اليوم قعدت في سكوت، من غير موسيقى، من غير فيديو، من غير سكرول. والسكوت ده كان مزعج. في نص اليوم حصلت الحاجة اللي خلتني أفهم كل حاجة. بدأت ألاحظ حاجات كنت دايما بعديها من غير ما أحس: صوت الشارع، أفكاري وهي طالعة لوحدها، إحساسي الحقيقي. واكتشفت إني مش مدمن موبايل بس، أنا مدمن هروب. الهروب من التفكير، من الإحساس، من أي لحظة هدوء. بعد الظهر التركيز بدأ يرجع، مش فجأة ولا بشكل سحري، لكن بهدوء طبيعي. قعدت أعمل حاجة واحدة بس، من غير ما أقطع نفسي، من غير ما أسيبها كل دقيقتين. وحسيت بإحساس غريب، راحة. مش سعادة جامدة ولا حماس، راحة. وأغرب حاجة إني ما حسيتش بالوقت. اليوم مشي طبيعي، من غير استعجال، من غير إحساس إني متأخر دايما. الموبايل كان بيخليني حاسس إني لازم أعمل حاجة كل ثانية. من غيره حسيت إني كفاية زي ما أنا. بالليل رجعت أمسك الموبايل، بس المرة دي مسكته وأنا واعي. لقيت نفسي بفتح حاجات ملهاش أي لازمة ولا بتضيف أي قيمة. وسألت نفسي، أنا كنت بعمل ده كل يوم ليه؟ الخلاصة مش إن الموبايل وحش، ولا إننا لازم نرميه. الخلاصة إن الموبايل بيسرق وعيك على جرعات صغيرة، جرعات ما تحسهاش، بس في الآخر تلاقي نفسك تعبان من غير سبب واضح. لو مش قادر تبطل موبايل 24 ساعة، ولا محتاج، بس جرب تبطل شوية، ساعة، ساعتين، وقت هدوء من غير شاشة. مش علشان الإنتاج، علشان نفسك. ولو حسيت إن السكوت مقلق، ده مش عيب، ده معناه إن في حاجة جواك محتاجة تتسمع. وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن ليه الهدوء بقى مخيف، وإزاي نرجع علاقتنا بنفسنا